عايزه اقول لكم على السر بقى، السر اللي انا بعمله، وبجد كل اللي بياكلها عندي بيقول لي لا بجد انت عندك الاكل حاجه تانية. يلا سموا بالله وصلوا على الرسول واعملوا لايك وشير، وهاتوا لتر ونص من الميه، حطوا 3 معالق كبار من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الكزبره، ورقتين غار، وكمان فصين من الحبقان بفتحهم بالشكل ده، وكمان شرايح ليمون وعصرت ليمونه كبيره. ده احلى محلول يا جماعه، ونص معلقه سكر. احلى محلول ممكن تنقعوا فيه اي طيور، مستحيل يبقى ليها اي ريحه زفاره، بجد تحفه. بعد ما بتغسلوا الفراخ كويس قوي بتنزلوا الفراخ فيها لمده ربع ساعه، لو فيها اي دم او اي حاجه ميكروب جراثيم بصوا بتبقى قشطه. بصوا الميه بيضه ازاي والفراخ نظيفه، اصبروا 5 كده وهتشوفوا الميه لونها غير ازاي والبكتيريا ظهرت على الوش كده. بجد الطريقه دي في منتهى الجمال. اتمنى من كل قلبي تعجبكم وتعملوا ليها شير ولايك، وكمان لو